السلام عليكم. اسمحوا لي على هذا الفيديو بزاف، ولكن سمعوا هذه السيده اش غتقول. كيشكوني بزاف كيبقى يشدني من شعري، كيبقى حتى كيجيب لي حجرو، كيبقى يبغي يدخل لي هنا بزاف ديال الحوايج. والله صافي بزاف ديال الحوايج، فهمتي، متكرفس عليا من جميع الجهات اخويا. دابا راه شعرو كيبقى يجلس هو بحال هكا، كيبقى بحال رجلي وكيبقى يشدني كيدير ليا بحال شي كلبه بزاف. كيفاش باغا تعيشي؟ لا صافي. سمعتوا السيده اش كتقول؟ اشنو في نظركم السبب اللي غيخلي راجل اللي ممكن يكون ما سكيري ما حشيشي ما كماي وممكن يكون مصلي وخلوق بين الناس، ولكن كيتعامل مع الزوجه ديالو بهذا الاسلوب؟ اشنو نظركم السبب؟ مثلا شنو غيكون السبب؟ كما توقع معظمكم الافلام الاباحيه، فبزاف ديال الناس كيسحب ليهم باللي الاباحيه، وباش حتى اللي ما فاهمش كنقصد فيديوهات البورن، بزاف ديال الناس كيسحب ليهم مجرد تسليه عابره، تفراغ ديال الشحنه، ولكن الحقيقه العلميه والنفسيه كتقول عكس ذلك تماما. الاباحيه كتعطي واحد الصوره مزيفه ومصنوعه 100% على العلاقه بين الرجل والمراه. الفيديوهات مصوبه بسيناريوهات تجاريه، الهدف ديالها هو الاثاره السريعه فقط، وكتعتمد على تسليخ انسانيه الطرف الاخر إظهار المرأة كأنها مجرد أداة لتلبية الرغبة، ماشي شريكة ديال الحياة لها مشاعر وكرامة، ومنها فرض السيطرة والإهانة وجعل العنف والتصرفات اللا إنسانية يبانوا كأنهم عاديين أو شيء مطلوب للمتعة. والمشكل الأكبر كيبدا ملي كيتفرج الشخص بانتظام، والدماغ ديالو كيتعود على دوك المشاهد غير الطبيعية، ومع الوقت كيتشكل عنده ما يسمى بالتكيف العصبي. ببساطة كيولي في هذا الشكل، كيولي عنده فقدان ديال الإحساس بالفطرة. فالعلاقة الطبيعية القائمة على الحميميه والتراضي والدفء كتولي تبان ليه ممله وباسله، وكيبحث عن الاثاره المضاعفه، كيولي يقلب على طرق مريضه او ممارسات فيها اهانه وتجاوز للحدود باش يوصل لنفس مستوى الاثاره اللي كيشوف في المواقع، وكيسقط الخيال على الواقع، فكيحاول يطبق دوك السيناريوهات المصنعه على واقع زوجي حقيقي، وكيغفل على ان الزوجه ديالو انسانه عندها احترام، مشاعر وحدود شرعيه وانسانيه. فالراجل في هذه الحاله كيتعتبر مريض نفسي، والادمان على هذه السلوكيات كيحتاج علاج وتدخل متخصص، واذا ما كانش عنده الاستعداد لطلب العلاج والتغيير فالوضع كيزيد يتفاقم. والتعامل الحكيم من طرف هذه الزوجه ما كانش خاصو يكون التشهير ونشر الفيديوهات ديالها في وسائل التواصل الاجتماعي، ماشي هو الحل. المراه من حقها انها ترفض الضرر وتطالب بحقوقها كامله، وممكن تطلب الطلاق للضرر بطرق قانونيه ومحترمه بدون ما تعرض حياتها الشخصيه للتشهير. وحتى اذا كانوا الاطفال فعلى الأقل حماية لهم، فنشر هذه المشاكل للعلن كيوصل للأبناء وممكن يدمرهم نفسيا طول حياتهم. وأخيرا الزواج في الفطرة وفي الدين كيقوم على السكن والمودة والرحمة، والعلاقة الحميمية هي أسمى تعبير على هذه المودة ملي كتقوم على التراضي. فالدين ما حرم والو في العلاقة الزوجية إلا كاين التراضي والاحترام المتبادل. والإباحية سم كيهدم البيوت والعقول، والحل دائما كيبدا بالوعي، إما العلاج والاستفاقة أو الفراق بإحسان وكرامة تحفظ هيبة البيت ومصلحة الأبناء. إلى اللقاء.